سوق الانتقالات لهذا الموسم 2025-2026 كان نارياً، أرقام قياسية وأسماء عالمية غيرت وجهتها وصفقات ستغير شكل المنافسة. في هذا الفيديو سنتعرف على أغلى 10 صفقات لهذا الموسم مع أبرز إنجازات كل نجم من نجوم هذه الصفقات. المركز العاشر، المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس ينتقل من سبورتينغ لشبونة إلى أرسنال الإنجليزي مقابل 65.8 مليون يورو. جيوكيريس تألق في البرتغال مسجلا أكثر من 40 هدفا في آخر موسمين. يتميز بالقوة البدنية الهائلة والقدرة على استغلال الكرات العالية والتحرك الذكي داخل منطقة الجزاء. في المركز التاسع، المهاجم الإيطالي الأرجنتيني ماتيو راتيجي ينتقل من أتلانتا إلى القادسية السعودي مقابل 68.25 مليون يورو. لفت الأنظار مع منتخب إيطاليا بتسجيل أهداف حاسمة في تصفيات اليورو. يمتاز بالتمركز الممتاز أمام المرمى واللمسة الأخيرة القاتلة والقوة البدنية في مواجهة المدافعين. المركز الثامن، الجناح الكولومبي لويس دياز ينتقل من ليفربول إلى بايرن ميونخ مقابل 70 مليون يورو. ساهم في تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي. يتميز بسرعة مذهلة ومهارات مراوغة عالية وتسديدات قوية بكلتا القدمين. المركز السابع، لاعب الوسط الإسباني مارتين زوبيميندي ينتقل من ريال سوسيداد إلى أرسنال مقابل 70 مليون يورو. كان القلب النابض لخط وسط سوسيداد في المواسم الأخيرة. يتميز برؤية مميزة للملعب ودقة تمريرات عالية وقدرة على افتكاك الكرة وبناء اللعب من الخلف. المركز السادس، المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا ينتقل من وولفرهامبتون إلى مانشستر يونايتد مقابل 74.2 مليون يورو. معروف بمرونته التكتيكية وقدرته على اللعب كمهاجم أو جناح. يتميز بالمراوغات السريعة والسرعة الفائقة وقدرته على صناعة الأهداف من لا شيء. المركز الخامس، الجناح الكاميروني براين مبومو ينتقل من برينتفورد إلى مانشستر يونايتد مقابل 75 مليون يورو. سجل وصنع أكثر من 20 هدفا الموسم الماضي. يتميز بالقوة البدنية والتسديد القوي من خارج المنطقة والسرعة الكبيرة في الهجمات المرتدة. المركز الرابع، النيجيري فيكتور أوسيمين ينتقل من نابولي إلى غالاتا سراي التركي مقابل 75 مليون يورو. قاد نابولي للفوز بالدوري الإيطالي لأول مرة منذ 33 عاما. يتميز بالقفز العالي وضربات الرأس القوية والحسم أمام المرمى. المركز الثالث، السلوفيني بنجامين سيسكو ينتقل من لايبزيغ إلى مانشستر يونايتد مقابل 76.5 مليون يورو. مهاجم طويل القامة وخطير في الكرات الهوائية. يتميز بالسرعة رغم بنيته القوية وسجل أهدافا مهمة في دوري أبطال أوروبا. المركز الثاني، الفرنسي الكاميروني أوغو إكيتيكي ينتقل من أينتراخت فرانكفورت إلى ليفربول مقابل 80 مليون يورو.
مهاجم موهوب يجيد اللعب بكلتا القدمين، يتميز بالهدوء أمام المرمى والقدرة على التسجيل في المباريات الكبيرة. أما المركز الأول فيعود إلى الألماني فلوريان فيرتز، ينتقل من باير ليفركوزن إلى ليفربول مقابل 125 مليون يورو. أفضل لاعب في البوندسليغا الموسم الماضي، يتميز برؤية إبداعية وصناعة أهداف مذهلة والقدرة على تغيير مجرى المباراة بتمريرة واحدة. كانت هذه أغلى 10 صفقات لموسم 25-26. أي صفقة تراها الأقوى؟ شاركنا رأيك ولا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد.